فيها المشاهير كنت متأكدة إن أنا هكسب وهحقق حلمي. عدى الوقت وبدأت إن أنا فعلا آخد شهرة على السوشيال ميديا، وكل يوم كان بيجيلي آلاف من اللايكات والتعليقات. بس مع الشهرة دي بدأت إن أنا أتغير، بقيت أتعامل مع الناس بشكل مختلف. حتى أصحابي اللي كانوا معايا من زمان بدأوا يحسوا إن أنا بقيت مغرورة ومتكبرة. وفي يوم لقيت رسالة من واحد من المعجبين بيقولي إن هو من شركة إنتاج مشهورة جدا وعاوز يعمل معايا عقد كبير. طبعا أنا فرحت جدا واتصلت بيه فورا واتفقت معاه إن احنا نتقابل في مكان معين عشان نعمل العقد. رحت قبله من غير ما أعرف برضو حد من أهلي. كنت لابسة أحلى لبس عندي وكنت متحمسة جدا، ولما وصلت المكان لقيت الراجل اللي كان متفق معايا. بس المفاجأة بقى إن كانت نيته سيئة للأسف. حصل إيه يعني يا سارة؟ كملي. وقعت في فخ كبير جدا وكنت عمالة أقاوم واصرخ إن أي حد يلحقني. فضلت أقاوم وأقاوم